هنبدأ دلوقتي في الجزء التاني ونشوف ازاي الدريسنج روم اتغيرت. احنا خلصنا كده كل حاجة، علقنا كل الحاجات اللي هي عايزاها وكل الحاجات اللي هي مش عايزاها شلناها من هنا، ورصينا الحاجات بالكاتيجوريز وعملنا الالوان وحطينا جاكيتس لوحدها. وبرده ستيل عندنا مكان نقدر ان احنا نحط فيه حاجات اكتر برده لو استخدمنا الشماعات الرفيعة دي. الخطوة اللي جاية بعد ما خلصنا مكان التعليق هندخل هنا على الرفوف، هنبدأ ان احنا نطلع كل القمصان كل الشميزات ونشوف الحاجات اللي هي محتاجاها ومش محتاجاها، وهنعلقهم برده على الشماعات الرفيعة. وبقيه الحاجات هنبدا ان احنا نطبقها، هنطبق في رف التيشيرتس لوحدهم وفي رف تاني الجينزات لوحدهم، وهنطلع كل الشتوي فوق ان كانت هدوم او ان كانت بيجامات. احنا كده نعتبر خلصنا، جمعنا كل الهدوم وشوفنا ايه الحاجات اللي هي محتاجاها وايه الحاجات اللي مش محتاجاها، وبدانا ان احنا ننظمهم. عملنا رف فيه كل اللبس الكاجوال، حطينا فيه الجينز، حطينا فيه اللاجنجز، حطينا فيه التيشيرتس وظبطناهم كمان بالالوان. وعملنا رف تاني فيه لبس المصيف، ودي تip مهمه جدا للبنات ان احنا نحاول دايما نفصل لبس المصيف عن اللبس بتاع الخروج، بحيث ان احنا لو بنجهز شنطه المصيف نطلع على طول من الرف ده ويبقى الموضوع بالنسبه لنا اسهل كتير جدا. والحاجه الاخيره ان احنا رفعنا كل اللبس الشتوي ان كان لبس خروج او لبس بيت، رفعناه في الرفوف العاليه. ودي برضو تip مهمه ان احنا دايما نخلي في متناول ايدنا الحاجات اللي احنا بنستخدمها اكتر. اللي هنعمله كمان ان احنا هننقل مكان الشنط، لان المكان هنا بالنسبه لها عالي جدا وهي قصيره، فبتحتاج ان هي تطلع على سلم عشان توصل للمكان ده. فهننقل لها الحاجات من هنا وهنحط الشنط كلها في الرف الواطي ده عشان يبقوا بالنسبه لها قريب ليها وتقدر ان هي تاخدهم بسهوله، ويبقوا كمان فوق الشوزات. هيبقى عندنا السكشن اللي تحت كله شنط وشوزات. طيب احنا عندنا نوعين من الشنط، عندنا الشنط اللي هي بتكون شكل البوكس، فدي بتكون سهل جدا في تنظيمها لان احنا مجرد بس بنرصها. بس عندنا نوع تاني اللي هو النوع اللي بيبقى طري جدا ده، فده محتاج ان احنا ننفخه عشان يحافظ على الشيب بتاعه والجلد بتاعه ما يقشرش. فمن التبس اللي انا بستخدمها عند الكلاينتس لو ما عندهمش اي حاجه نقدر ننفخ بيها، بنجيب كيس بلاستيك بتاع ساندوتشات وبننفخه وبنحطه جوه الشنطه عشان ننفخ الشنطه، وبكده نقدر ان احنا ننظم كل الشنط بعد ما نكون نفخناها كلها وبنرصهم بالالوان. بعد ما خلصنا الرف بتاع الشنط دخلنا على الرف بتاع الجزم، بدانا ان احنا ننظمهم على حسب هي تستخدم ايه اكتر وخليناه هو اللي بره، والحاجات اللي بتستخدمها اقل دخلناها جوه. في برضو تip من الحاجات اللي احنا بنعملها ساعات ان احنا بنرص الجزمه فرده منها قدام وفرده ورا، بحيث ان هي تبقى شايفه كل الشوزات قدامها، مبقاش في حاجات ورا كتير قوي وحاجات قدام كتير قوي، فبيكون على حسب كل عميله حابه ايه اكتر. بس احنا عندنا مشكله في الحاله اللي احنا فيها دي، ان احنا عندنا لسه 4 شوزات مش عارفين نحطهم فين. فاتكلمنا معاها ان احنا عندنا كذا اوبشن دلوقتي. اللي احنا ممكن نستخدمه دلوقتي هو شيلف رايزر، هو عباره عن رف بنرفع بيه لو احنا عندنا الارتفاع عالي بنقدر ان احنا نحطه كده، فبنحط شوزات من فوق وشوزات من تحت، فده برضو بيكون حل هايل جدا للناس اللي هي عندها شوزات كتير وما عندهاش سبيس كبير. اللي احنا عملناه هنا في الرفوف ان احنا نظمنا الحاجات وطبقناها، وده لان العميله بتعرف تطبق، لكن ساعات كتير بروح لعملاء مش بيعرفوا ان هم يطبقوا، فساعتها ان احنا بنفكر مع بعض لحلول يقدروا ان هم يستخدموها عشان يقدروا يحافظوا على السيستم اللي احنا عملناه حتى بعد ما احنا بنمشي. فممكن في الحاله دي ان احنا نستخدم اورجانيزرز زي دول بيكونوا متقسمين، ويقدروا ان هم نحط هنا مثلا التي شيرتس، البنطلونات، الاندر شيرتس، اي حاجه من الحاجات دي تقدر ان هي يحطوهم هنا بسهوله ويسحبوها من غير ما كل حاجه تتبهدل. فده حل من الحلول، وفي منه مقاسات كتير جدا. يعني ده مثلا يكفي شرابات، يكفي اندر وير، يكفي الحجم ده تي شيرتس، يكفي بنطلونات، وفي احجام كبيره لغايه لما توصل ان هي ممكن تكفي حتى ملايات. من الاورجانيزرز برضو اللي بنستخدمها في اغلب البروجكتس اللي بنروحها هي البوكسز دي من ايكيا. بنستخدمها ان احنا بنحط فيها الحاجات اللي هي مش بنعرف ان احنا نطبقها قوي، زي مثلا نحط فيها مثلا لبس البحر او مايوهات او الهدوم اللي هي بتكون ساعتين مثلا شويه بيتلفوا على بعض وممكن يترصوا كلهم هنا. وساعات كتير جدا بنستخدم البوكس ده في الحاجات اللي هي بتكون سنتمنتال او ذكريات بتاعه العميل، حابب ان هو يحتفظ بيها، بس في نفس الوقت مش عايزين ان هي تاخد مكان في الدولاب، فبنحطها في البوكسز دي وبنرفعها في اعلى رف فوق. بعد ما خلصنا كل الاورجانيزنج وحطينا كل حاجه في مكانها، فضل عندنا الاكياس اللي فيها الحاجات اللي العميله مش محتاجاها،
فجمعناها في اكياس، ودي حاجات ممكن تطلع يا اما مثلا في حاجات خيريه او ممكن تتباع او ممكن نديها هدايا لحد. واهم تip بعد ما خلصنا كل الدريسنج انه العميله لو هتشتري بعد كده اي حاجه محتاجه ان هي تطلع بدلها حاجه مكانها عشان نحافظ على الدريسنج روم زي ما احنا عاملينها بالظبط. لو عندكم اي اسئله اكتبوا لنا تحت الفيديو، وقولوا لنا برضو حابين ان انتوا تعرفوا ايه اكتر عن الاورجنايزنج والديكلاترينج في الفيديوز اللي جايه.